السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم بوصفة جديدة اللي هي عبارة على هذا اللحم بالبرقوق اللي كيجي مثل العرس، وأكيد غادي ينال الإعجاب ديالكم إلا جربتوه. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة تضغطوا على زر الجرس وتشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وديروا لايك وتبارطاجوا مع الأحباب والأصحاب ديالكم. إذا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. إذن بالنسبة للمكونات أنا غادي نحتاج اللحم على حسب الرغبة أو الأفراد. غادي نحتاج هنايا 3 البصلات اللي شلتهم رقاقين، وهنايا عندي نص كاس ديال الماء اللي فزكت فيه الزعفران الحر شعره. هنايا بالنسبة للتوابل عندي الملح والحار، معلقة كبيرة ديال القزبور ومعلقة ديال الإبزار صغيرة. وهنايا عندي 3 أو 4 ديال أوراق سيدنا موسى. هنايا معلقة ديال السكينجبير، معلقة ديال الخرقوم البلدي. هنايا عندي حبات من الهيل 6 أو 7. هنايا عندي معلقة ديال السمن. هنايا عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم، وزيت العود. وبالنسبة للكيكوط هنايا اللي غادي نطيب فيها اللحم. إذن هنايا غادي ناخذ الكيكوط ديالي اللي غادي نطيب فيها، وغادي ندير البصلة. إذا غير ديري هذه الطريقة راه كيجي رائع البنات وكيجي بنين وخاتر. من بعد غادي نزيد عليها الثومه اللي محكوكه، ومن بعد غادي نحرك كلشي مزيان. نحرك هاد الثومه والبصله مزيان. من بعد غادي نبقى نزيدو اللحم ديالنا على هذا الشكل. من بعد غادي نزيد عليه العطريه، وغادي نضيف اوراق سيدنا موسى. غادي نخلط هاد العطريه هكذا بالمعلقه، ومن بعد غادي نزيدها على اللحم. من بعد غادي نزيدو الزعفران والماء اللي رطبت فيه الزعفران. غادي نضيف معلقه ديال السمن، صافي. من بعد غادي نزيدو زيت العود. تقدروا تضيفوا لها الزيت النباتيه الا ما توفرش عندكم زيت العود. صافي غادي ندير كلشي يتشحر مزيان. ونبداو نحركوه حتى كيتقلى لينا مزيان.
كنا هنايا غادي نضيف واحد العلفة التمر، فهي كتفتي اللحم من بعد ما غسلتها مزيان، وغادي نزيدو شويه ديال الماء ونخليوها طيب على خطرة، ومن بعد نشوفوا النتيجة النهائية. صافي اللحم ديالنا من بعد ما طاب وجد فهو كيجي على هذا الشكل اكثر من رائع. فهنايا زينته بالبرقوق والجنجلان واللوز اللي قليته، فاكيد جربوا، غادي ينال الاعجاب ديالكم.